افلام سبايدر مان بالنسبه لي تعتبر من امتع الافلام اللي انا شفتها في حياتي وبحبها جدا. وبعد ما شفت فيلم اكروس سبايدر فيرس جاي النهارده انا ارتب الافلام دي من الاسوأ للافضل، لكن أنا بالنسبه لي اسوأ فيلم لسبايدر مان بيفضل فيلم ممتع. ويلا نبدا. في المركز العاشر فيلم ذا اميزنج سبايدر مان 2. ناس كتير بتكره الفيلم ده، انا والله ولا بكرهه ولا بحبه، بس بالنسبه لي هو اقل فيلم لسبايدر مان لان كان فيه فوضى كده، كان فيه فيلنس كتير جدا، الكترو ما عجبنيش، ومع ذلك لو جه على التلفزيون ما بتضايقش منه خالص، بس برضه فيلم مش احسن حاجه، ودي وجهة نظر. بعدين نخش على فيلم سبايدر مان 3، تالت جزء من سلسله توبي ماجواير بعد اول جزئين. انا بالنسبه لي الجزء ده حلو، ولكن انا شايف برضو انه في مشكله برضو اميزنج سبايدر مان 2، فيلنس كتير، في فوضى، في حاجات غريبه بتحصل، برغم انها كانت عاجباني جدا البلاك سوت بتاعت سبايدر مان، ولكن برضو كان الفيلم فوضوي شويه، وده بسبب تدخل شركه الانتاج. بعدين نخش على فيلم سبايدر مان فار فروم هوم، الجزء الثاني لتوم هولاند، وكان اول فيلم لمارفل من بعد افنجرز اند جيم، وكان بالنسبه لي فيلم ممتع جدا ولحد دلوقتي عمري ما ازهق منه. اداء جاك جينال هال كان هو اعلى حاجه في الفيلم، قدم شخصيه ميستيريو بشكل رائع جدا، خلاه ان هو يبقى من افضل الفيلنس اللي في عالم سبايدر مان. فانا الصراحه الفيلم فار فروم هوم بحبه جدا ومسلي الصراحه وعمري ما بتضايق منه. ونخش على المركز اللي بعده فيلم سبايدر مان هوم كومينج، اللي هو بقى الجزء الاول لتوم هولاند بعد ظهوره في سيفل وور، وبرده كان فيلم مسلي جدا، كان معاه روبرت داوني جونيور طبعا بدور توني ستارك ايرون مان، فهو برده كان فيلم مسلي جدا. ونخش على المركز اللي بعده فيلم ذا اميزنج سبايدر مان. الفيلم ده يا جماعه انا بحبه جدا لان هو بالنسبه لي فيه نوستالجيا كده. الفيلم ده انا فاكر زمان كان عندي على فلاشه وكنت بشغله كتير جدا وحببني الصراحه في عالم سبايدر مان، وانا بصراحه من جيل اندرو جارفيد اللي بحسه مظلوم جدا. ونخش على المركز الخامس فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، الجزء الاول من سلسله سبايدر مان بتاعت مايلز موراليز. فيلم اكتر من رائع، من اروع افلام الانيميشن انا شفتها في حياتي، وانيميشن جذاب وقصه رائعه الصراحه. ونخش بقى على المركز الرابع اللي هو الجزء الثاني سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس. فيلم حلو قوي، استمتعت بالانيميشن اللي كان رائع رغم ان انا اتفرجت عليه بجوده ضعيفه، ولكن مع ذلك استمتعت بيه جدا وخدني واحده واحده، والاحداث شدتني جدا، ومنتظر الجزء الثالث بفارغ الصبر بعد النهايه العظيمه اللي هم عملوها. ونخش على المركز الثالث فيلم سبايدر مان 2، اللي هو الجزء الثاني من افلام توبي ماجواير. الجزء ده كان اكتر من رائع وتقدم فيه حاجات كتير حلوه، منهم طبعا دوك انك. ونخش على المركز التاني معانا وهو فيلم سبايدر مان الاولاني خالص بتاع توبي ماجواير. طبعا انا مش محتاج اتكلم عن عظمه الفيلم ده والنوستالجيا اللي فيه، وويليام دافو في جرين جوبلin، فيلم اكتر من رائع. وطبعا نخش على المركز الاول فيلم سبايدر مان نو واي هوم. كل اللي انا قلت لك بقى اللي فات ده اتجمع كله في الفيلم ده، نوستالجيا كانت جباره، مش هنسى صراحه احساسي وتجربتي مع فيلم سبايدر مان نو واي هوم. بس كده قول لي انت ترتيبك الشخصي ايه، شفت اكروس سبايدر فيرس ولا لا؟ وبس كده وسلام.